تخيلوا معايا 7 وكالات استثمارية حكومية بما فيهم الهيئة التونسية للاستثمار، الكل باش يوليو تحت مظلة واحدة اسمها Supreme Investment Authority. الهيئة هذه باش تولي مسؤولة على مرافقة المستثمرين بكل مراحل المشروع. أول حاجة تسهيل منح تراخيص الاستثمار، حل المشاكل اللي تعرقل المشاريع، وحتى اقتراح إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار. وزيد على هذا ينجم يتحط فيها منصة رقمية وطنية للاستثمار، كل المعلومات، المشاريع، التراخيص، الخدمات، كل شيء في بلاصة واحدة. وهذا الكل باش يسهل على المستثمر يعرف شنو اللي صاير. الموضوع مازال مقترح مشروع تحت الدراسة، أما علاش مهم؟ ما عادش تتعدد الوكالات وتتعقد الإجراءات، وهذا يتسمى من مطالب صندوق النقد الدولي للإصلاح، وهذا داخل بالطبيعة في خطة دعم تونس للخروج من الركود الاقتصادي. دونك تونس اليوم في لحظة مفصلية، تنظم استثماراتها، تبسط مسالك الإدارات، وتتجهز لجلب المستثمرين حقيقيين. والسؤال اللي نطرحه هوني، هل المركزية هذه تعزز الشفافية فعلا ولا تولي بيروقراطية أعقد؟ إذا كان يتم تنفيذ الإصلاح هذا كما يلزم، الهيئة هذه تنجم تولي نقطة انطلاق نحو اقتصاد أكثر ديناميكية ومنفتح، والمستثمرين يعرفوا وين يمشيوا بكل وضوح.